السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هلا الشيخ. النهاردة ان شاء الله هنعمل شوربة عدس شوربة وعدس للغموس. طبعا الشتاء، الجو ساقعة، والجو ده طالب الأكلة الجميلة دي ومش مكلفة. عندي العدس مغسول ومنقوع ومصفى من مية، ملح، بطاطساية، جزراية، 3 فصوص توم، طماطماية، بصلاية، كمون. هجيب حلة احطها على النار، هنزل بالعدس عليها وهجيب الجزرايه هقطعها ترانشات، بس احاول ما اخليهاش ان هي تكون سميكه علشان العدس ما بياخدش سوا والجزرايه تستوي مع العدس. وهنزل بالبطاطسايه هقطعها مكعبات، والبصل هقطعه. طبعا اكله مفيده جدا جدا للاطفال والكبار ومش مكلفه خالص. وبتتعمل بكذا طريقه. دي الطماطمية هقطعها برضو. في ناس بتشوح العدس الاول وبتنزل بالخضار، انا بعمله كده ني في ني، بسلق كل الخضار مع بعضه بالطريقة دي. هنزل بالمية والمية تغطي العدس وبزيادة شوية. هضيف ملح، ما كترش طبعا، معلقة واحدة. وهضيف معلقة كمون، وهسيبهم على النار لغاية لما يغلوا. هنا غليت، ابتدي اشيل الريم اللي على الوش دوت. واسيبه يكمل السوا بتاعه. هنا زيت، سمنة بلدي، شعرية، بصلة واحدة متخرطة، فلفل، شطة، ملح، كمون، فلفل اسمر. هنا خلاص العدس استوى وسبته لغاية لما برد خالص. احطه في الخلاط. انا ساعات بصفيه في المصفى وساعات بضربه في الخلاط، بس الاسهل الخلاط يتهرس بقى. هضربه لغاية لما ينعم، بس ما ينعمش قوي. هنزل بمعلقة سمنة في الحلة ومعلقة زيت كبيرة، والبصلاية اللي انا مخرطاها هحمرها. دي اكنها الطشة بتاعة العدس يعني. هسيبها لغاية لما تصفر تبقى صفرة غامقة. خلاص كده اصفرت، انزل بمكعب مرقة، ده حسب الرغبة.
ده مكعب مرقة بطعم اللحمة، هيديله طعم برضو. هضيف العدس واقلب كويس. هضيف معلقة ملح، معلقة صغيرة، فلفل اسمر معلقة صغيرة، ومعلقتين كمون، لان العدس روح الكمون. يغلي شوية صغيرة لمدة دقيقة دقيقتين بالظبط وادفع عنه. هنا ابتدي احمر الشعرية عشان اعمل شوربة عدس. معلقة سمنة ومعلقتين زيت. هضيف الشعرية تحمر، اخليها برضو لونها ذهبي. افضل معاها اقلب فيها لغاية لما اوصل اللون اللي انا محتاجاه. كده خلاص اتحمرت، طفيت عنها. هنا خلاص العدس جاهز، بس هاخد منه جزء عشان اعمله شوربة. هجيب حلة تانية واقسمه، يا بالنص يا اما على حسب الكمية اللي انت عايزاها. مش عايزة اقول لكم على الريحة، طلع تحفة، اللهم بارك، تحفة بجد. أكلة مفيدة وبتغذي وبتدفي في نفس الوقت. هضيف الشعرية، ومش مكلفة خالص يعني. الأكلة دي بتبقى وجبة رئيسية في كل سفرة، في أي بيت مصري. الشوربة هنا نزلت بالمية، وهنزل بالكمون وملح لاني زودت مية طبعا. والشطة، ده فلفل هندي شطة وفلفل اسمر، واقلب كويس. واسيبها لغاية لما تغلي برضو دقيقتين وادفع عنها. لو تقلت بزودها مية تاني. في ناس تحبها تقيلة وفي ناس تحبها خفيفة، هي كده وسط، لا تقيلة ولا خفيفة. كده جاهزة. ممكن اضيف عليها معلقة من على الوش كده، معلقة سمنة بلدي تديها طعم برضو. بجد الطعم روعة، والريحة تحفة. بألف هنا وشفا، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي في فيديو جديد مع أكلة جديدة. هلا الشيخ.